تخيل كده معايا لو العالم ما فيهوش ألم ولا حروب ولا جوع، كلنا سعداء، كلنا مبسوطين وغرقانين في الملذات كلها، وفي التلاجة صينية مكرونة بالبشاميل، كل ده ومن غير ما حد فينا يكبر في السن أو يعي. أعتقد ده أجمل حلم ممكن إن أنت تعيشه، حلم مش هيبقى نفسك تصحى منه أبدا. بس ده عكس الحقيقة تماما. حابب اقول لك ان ده ابشع كابوس ممكن تعيشه. ايه بتقول؟ ايه كابوس؟ ازاي؟ انا حياتي كلها قايمه على فكره البحث عن السعاده. ما هو ده اللي انا كنت فاكره لحد ما قريت روايه النهارده اللي غيرت وجهه نظري تماما عن مفهوم السعاده، خلتني اشوف اللذه والمتعه اللي بجري وراها لشيء ممكن يتحول لسجن، لشيء ممكن يتحول انه يخسرني انسانيتي. خلتني اتخيل لو السعاده بقت كابوس، بل بقت سجن انا محبوس فيه. بس المشكله اني وانا جواه مش هعرف ان ده سجن. وعشان تفهم زي لازم تكمل الفيديو للاخر، لان دي من اجمل الروايات اللي ممكن تقع في ايدك. ما لقيتش حد خالص على اليوتيوب اتكلم عنها، بل غالبا انت ما سمعتش عنها قبل كده. احنا بنتكلم عن روايه عالم جديد شجاع للعبقري ألدوس هاكسل، واللي من رواياته اعمى في غزه. النهارده اتكتبت من حوالي 100 سنه، تحديدا في سنه 1932. المشكله انها بتتحقق. ده لو عايش معانا يا راجل مش هكتبها بالبلاغه دي. انا مش فاهم ازاي شخص من 100 سنه ما شافش التطور المذهل اللي وصلنا له، واللي ممكن اقصى اختراع في عصره كان التليفون، ازاي يتنبأ بواقعنا دلوقتي. متخيل من 100 سنه تنبأ بتفاصيل في الروايه دي؟ هتصدمك. هتتصدم اكتر لما تعرف انه كتب الروايه دي وهو اعمى، بعد ما اتصاب بمرض خلاه يفقد بصره بشكل كامل. لكن بعدها بفتره بدأ يرجع بنسبه صغيره جدا، وكان بيحتاج يلبس نظاره كبيره عشان يشوف بس ولو حاجه بسيطه. بص شكل النضاره عامل ازاي. بس من الواضح ان الضلمه اللي عاش فيها خليته يشوف اللي احنا ما شفناهوش. الحكايه بتبدا في لندن في المستقبل، في مجتمع مثالي كل الناس سعيده ومبسوطه واخر دلع. مفيش حزن، مفيش تعب، كله بيعمل كل حاجه متحسسه بالمتعه واللذه، واي انسان يتمنى يعيش هناك، بس ده في حاله انه يكون مريض نفسي وسايكوباتي. ده مجتمع مدمنين على السعاده. تبدا الروايه في المستقبل بتاريخ 2540 ميلادي، بس مش زي مجتمعنا بيحسبها بميلاد السيد المسيح، لا، دول بيحسبوها بميلاد هنري فورد، مؤسس شركة فورد للسيارات. لأن في العالم ده الناس بتعبده والعياذ بالله، لأن هنري فورد اللي أسس فكرة المصانع وعجلة الإنتاج، يعني تقدر تقول أبو الرأسمالية. وحتى حاطين عربية فورد موديل تي كحاجة بتعبر عن الإله، بل مستبدلين فكرة الصليب بحرف التي. هما في الحقيقة بيعبدوا الفلوس زي أغلب الناس للأسف النهاردة. عشان تفهم طبيعة المجتمع دي أكتر لازم تعرف إن هناك كلمة أم أو أب بقت شتيمة وفاحشة يعاقب عليها القانون. نام مع اللي تعجبك، لكن إياك تنام مع نفس الواحدة لأكتر من مرة. لازم تنوع عشان ما تزهقش. الست تعرف أكتر من راجل، والراجل يعرف أكتر من ست. هاكسل لو كان عايش معانا النهارده ما كانش يعرف ان ده موجود بالاسلوب ده. الستات هنا بتستخدم وسيله منع حمل، جهاز بيتحط على البطن بيمنع الحمل. هاكسل تنبأ بالموضوع اللي النهارده فيه حملات ووسائل اكتر علشان يقللوا عدد البشريه. مفيش حاجة اسمها حب وعيلة أو مشاعر. البشر هنا بيتم إنتاجهم في مصانع، في مركز اسمه المفرخ. المفرخ زي مفرخات الفراخ البيضة كده، بيجيبوا البويضات ويعملوا لها انقسامات. كان مفيش خلفة عن طريق الزواج، بقول لك مفيش جواز أصلا، كلها مليطة. بس مش هنا الكارثة. الكارثة إنهم بيقسموا البشر لطبقات وهم لسه في الأنابيب. طبقة ألفا وبيتا، ودول الأذكياء اللي هيقودوا، كلهم شكلهم حلو ولبسهم حلو، على عكس طبقات تانية زي دلتا وابسليون، دول اللي هيشتغلوا في الوظائف القليله وساعات اطول في المصانع، شكلهم اوحش. بص الراجل ده عامل ازاي، ده لو شفته في حته هطلع اجري. صفاتهم الجسديه والذهنيه اقل واضعف من الفا وبيتا. طب ازاي بتضمن ان العامل من دلتا وابسليون ما يثورش او يطالب بحق ويفضل طول عمره راضي؟ بسيطه، بيغسلوا له دماغه من وهو لسه طفل رضيع لحد ما بيكبر. الممرضات بيجيبوا الاطفال من الطبقات القليله ويحطوا قدامهم ورد وكتب، الاطفال بطبيعتهم بيجروا عليها، وفجاه الارض بتكهربهم، الاطفال يصرخوا من الالم والخوف. والموضوع ده بيتكرر لحد ما الطفل يكبر وهو بيكره الكتب والطبيعه غريزيا. طب ليه كل ده؟ عشان يضمنوا انه لما يكبر عمره ما يقرا كتاب ويفكر، عمره ما يحب الطبيعه فيسيب المصنع ويهرب للريف. هم عايزين عبيد متبرمجين، مش بشر بيحسوا، راضيين بأقل حاجة. ده غير انهم بيشجعوا كل طفل على الإباحية من سن صغير، ويخليهم يتعودوا على منظر العري، وبيشغلوا لهم صوت إنسان بيبرمج عقلهم وهم نايمين على إن الطبقة بتاعتهم دي أحسن طبقة ليهم، والحمد لله إنهم مش من طبقة تانية. وبيعرضوا لهم مميزات طبقتهم وازاي الطبقات التانية بتعاني حتى لو الطبقة دي أعلى منهم، كل ده عشان يقتلوا فيهم أي عاطفة أو أمل. طب لو حد فيهم غلط وحس بحزن أو ضيق في يوم، الحل السحري موجود في جيب كل مواطن. حباية اسمها السومة، ده مخدر حكومي متوفر للكل. تاخد الحباية من هنا تحصل لك حالة من تبلد المشاعر، تنسى همومك وتدخل في حالة نشوة وسعادة فورية. مفيش حد بيزعل في المجتمع هنا، كله سعيد. ده غير انهم بيجتمعوا يوم في الاسبوع في طقس غريب قوي، بيشربوا السومة وتنتهي الليلة بعلاقة جماعية تحت مسمى خدمة التضامن. ده غير ان المجتمع ده مفيهوش صمت، طول اليوم في اغاني وموسيقى واعلانات شغال. الصمت ممنوع ومرعب بالنسبه له، لان لو الدوشه اللي حواليك سكتت يبقى انت هتفكر، وده هم مش عايزينه. وسط الملايين المتبرمجه دي بيظهر عقل واحد مختلف وغريب، طفل بيحصل له غلطه وهو جنين، لان الماده اللي بتحين بيها
بتتحقن بكميه اكبر بتخليه انسان طبيعي بيستوعب اكتر من هو طفل، عنده حب الاستكشاف، طفل عايش على الفطره اسمه برنارد من طبقه الفا. الحاكم بيسيبه عشان يشوف الطفل الذكي ده هيفيد المجتمع قد ايه، لانه اكتشف انه يقدر يشتغل بكميه اكبر من اي حد في وقت اقل، بيشوف ان ده ممكن يزود الانتاج في المجتمع، ودي حاجه كويسه جدا لعالم راس مالي. بيكبر برنارد وبيشتغل عالم نفس، بس بيحس بالعزله، مش عشان عقله مختلف بس، لا، ده عشان جسمه اقل من اللي حواليه من طبقه. بيحب يقعد لوحده، وكان بيكره في المجتمع بتاعه ان الستات كل يوم لازم تبقى مع راجل شكل، كان بيشوف ان الكلام ده غير اخلاقي وما يصح. انت ازاي يا ست انت مش محتاره تخرجي مع مين النهارده؟ ازاي؟ بس ليه واحد صاحبه اسمه رخم شويه وملعبك، فهنخليه المؤلف، لانه بيألف الاغاني والموسيقى اللي بتشتغل طول اليوم، ولانه يعتبر الوحيد اللي بيشتغل شغل ابداعي بس عشان محتاجينه للتشتيت. ده عمل جواه حاله غريبه، بيحس دايما ان جواه كلام عميق ورساله عايز يعبر عنها، بس مش عارف، في مجتمع تافه ما بيفهمش غير السطحيه، وعقله ذات نفسه مش لاقي كلمات يعبر بيها. المؤلف دايما كان بيحذر برنارد انه يتكلم عن افكاره، لانهم كده هيودوه ايسلندا، ودي مكان وحش جدا وصعب الحياه فيه، ويعزلوا فيه اي حد بيهدد المجتمع. برنارد تحت الضغط اللي عايش فيه فعايز يروح مكان جديد ويكون مختلف، علشان كده بيقدم طلب اجازه، بس هناك ما ينفعش يخرج في اجازه من غير واحده معاك، لازم قله ادب. بياخد واحده معاه اسمها لينينا، وهو معجب بيها مع ان برنارد بيحبها، لكن بيكره فكره انها كل يوم مع واحد. على عكسه هو لما بيجي في اختيار المكان بيختار المكان يكون محميه الهمج، ودي ارض طبيعيه ما يقدرش يدخلها غير اللي رتبته الفا، لان الناس لسه عايشين فيها بطبيعتهم البدائيه، بيعيوا وبيتجوزوا وبيخلفوا وبيعجزوا، بيعبدوا اله، ده غير ان عندهم عيب وحرام، بيحاولوا يطهروا ذنوبهم عن طريق جلد نفسهم. اخر حد راح هناك كان مدير برنارد، اللي برنارد بيتضايق منه لانه دايما بيهدده انه هينفي جزيره ايسلندا لان افكاره غريبه. ازاي يا برنارد ما صاحبتش غير 4 بنات اخر سنتين؟ ده انا المدير بتاعك يا راجل صاحبت فيهم 600. لما المدير راح اخر مره للمحميه من قبل حتى ما برنارد يتولد، كان معاه واحده لكنها تاهت منه وافتكرها ماتت ومشي من المحميه. بيجي اليوم اللي برنارد بيروح فيه، لكنه بيرفض ياخد اي حبوب سومه معاه، واول ما بيوصل بيشوف حاجه غريبه قوي، الناس بتجلد في راجل عشان يطهروه من ذنوب. بيبقى مستغرب المجتمع الهمجي الغريب ده اللي بيلبس من الحيوانات، عكسهم هم اللي لبسهم كله الياف بلاستيك. لكن وهو بيتمشى وهو لنينا بيقابلهم شاب غريب قوي بيلفت نظره، لابس زي الهمج لكنه شبهه، عنده دقن بس بشرته ناعمه، بص وشه كله تستوستيرون ازاي. هنا رينينا بتحبه، شافت راجل بالمعنى الحرفي لاول مره، غير انهم نسيوا السومه اللي كانت بتجيب لهم تبلد في المشاعر. بيسالوه عن اسمه بيقول لهم اسم جون. جون اول ما بيشوفهم بيسالهم هو انتم من العالم المتحضر؟ قالوا له اه. قال لهم تعرفوا ان انا امي من هناك؟ ما كانوش فاهمين في الاول. قال لهم انا امي كانت مع واحد اللي هو ابويا، لما كانوا هنا قامت عاصفه وقعت امي في وادي، وخدها الناس الهمج اللي هنا اللي في المحميه خلوها تعيش معاهم، وقال لهم يجوا يقابلوا امه. بيروح فعلا برناردو ولينينا معاه، واول ما بيدخلوا بيشوفوا ست عجوزه، هما ما يعرفوش يعني ايه عجز، مظاهر العجز مش موجوده في عالمهم المتحضر. اول ما ام جون بتشوفهم بتفرح جدا، تقول لهم اخيرا حد جه من العالم المتحضر، بتتكلم معاهم بطريقتهم وحافظه كمان شعاراتهم، وحتى سلامهم من على شكل حرف تي بتعمله، وبتحكي لهم قد ايه اتعذبت في المحميه، جربت تحس لاول مره بالالم، ده غير انها حملت ولدت زي الحيوانات، كل ده وما كانش فيه سومه. هنا برنارد افتكر حاجه، نفس قصه المدير بتاعه اللي بيهدده يودي ايسلندا لما يرجع بسبب افكاره، فبتيجي في دماغه فكره انه ياخدهم معاه للمجتمع المتحضر، منها يحرج مديره اللي قرفه، ومنها يدرس جون كمادة علمية، لأن جون حكاله إنه كان متربي على قراية الأعمال الكاملة لشكسبير، واللي كان لقاها في الحاجات اللي العالم المتحضر كان بيتخلص منها، يعرف يعني إيه حب وغيرة وألم، وبيصدق في الروحانيات. وقعد يحكي له إنه عايز يجي معاه لأن أمه هنا اتعرضت لإهانة جامدة أوي ومش عارف يعيش مع الناس اللي هنا. وجون علشان من المجتمع المتحضر كانت متعودة تنام مع أكتر من راجل، ولما حاولت تعمل كده في المحمية ستات المحمية جلدوها ووصفوها بالعاهرة، وهو عارف ان اللي بتعمله ده غلط بس مش قادر يمنعها. فعلا برنارد بياخدهم، واول ما بيوصل لندن بياخدهم بيخليهم يقابلوا مديره، المدير اللي كان لسه بيدي محاضرة هو ليه هيعزل برنارد لايسلندا. بيتصدم ان في واحد داخل عليه وبيقول له بابا. ام جون بتقول له ايوه ده ابنك، انا اللي كنت معاك في المحمية، جهاز منع الحمل اتعطل لما وقعت في الوادي وحملت. هنا المدير بيبقى ماده خام للضحك، الكل بيتريق عليه، اسكتوا ده طلع اب. المدير اللي كان لسه هيطرد برنارد طلع مخلي. هنا المدير بتجيله حاله نفسيه، انا لازم امشي من هنا، لازم اروح اي مكان بعيد. بيروح الاول الحاكم هو وبرنارد بيتكلم معاه. برنارد هنا بيستغل الفرصه ويقنعه انه يروح ايسلندا، هناك محدش يعرفك ولا هيضحك عليك ولا هيستقل بيك. اه يا برنارد يا لئيم،
المدير بيوافق ويخرج، لدرجة انه بيرفض يخرج من الباب الرئيسي عشان الناس ما تضحكش عليه. بيستأذن برنارد الحاكم انه يدرس جون ويعرفه على المدينة، وبيوافق فعلا. بدأ برنارد يعرف جون على العالم واحدة واحدة، ويوريه ازاي بيتولدوا، ازاي بيبرمجوا الاطفال ويخلوهم يتعودوا على الاباحية من سن صغير، وازاي العالم زمان كان عنيف وفيه امراض وحروب. كل ده اختفى دلوقتي. ده غير وسائل التواصل، ازاي دلوقتي بقوا بيتكلموا عن طريق الشاشات وحاجات شبه التليفون، وازاي محدش بقى بيتعب في تجهيز الاكل كله سريع وبضغطة زرار بيجيلك البيت. بيعرفوا ان دلوقتي مفيش دفء، لا دول بقوا بيحرقوا الجثث وياخدوا الرماد بتاعها يستخرجوا منه الفسفور ويشوفوا هيستفيدوا منه ازاي. زي النهارده في دلوقتي طرق كتير نستفاد من الجثث، زي الاعضاء البشريه اللي بتتباع بملايين، وموضوع قانوني ومربح جدا زي في الصين، او بيحولوهم لسماد عضوي عشان الشجر والغابات. المهم جون اتصدم بقذارة وتفاهة العالم ده وتجريده من الانسانيه. هو كان فاكره عالم مثالي احسن من اللي كان فيه. ايه الفجر ده؟ ايه الفسق ده لان جون اللي ربته القريه اللي كان فيها مش امه. القريه ربته على المبادئ، وحتى الاكل كان بياكل اكل طبيعي، لكن هنا كل الاكل فاست فود. جون بيبدا يكره المجتمع. هنا برنارد بياخده ويقول له تعالى اعرفك على صح المؤلف بيسمع جون وهو بيتكلم، بيلاقيه بيتكلم بكلمات جميله عميقه اول مره يسمعها، وبيحكي له جون عن شكسبير وعن كل حاجه قراها. المؤلف هنا بيحس لاول مره هو ده الكلام اللي عايز اقوله، هي دي الحاجات والمشاعر اللي نفسي اعبر عنها. في الوقت ده بتكون ام جون بيدخلوها المستشفى عشان يفحصوها من كتر عطشها لحبوب السومه اللي اتحرمت منها سنين، فضلت تاخد فيها لحد ما دخلت في غيبوبه من اللذه والمتعه والسعاده. جون راح يطمن عليها، المعالج قال له هي خدت جرعات سومه وما تخافش، هي سعيده دلوقتي. فبيخرج من المستشفى ويروح يقابل لينينا اللي بدأ هو كمان ينجذب لها. دخل عليها وشافها وهي نايمه، بس منع نفسه يلمسها لان ده عيب. ولما بتصحى بتاخده السينما الحسيه وبتقول له تعالى انت هتتبسط قوي. ودي سينما لما بتبقى جواها بتحس بكل حاجه جوه الفيلم، بتسمع وبتدوق كل حاجه اكنك انت الممثل. في الاول بيستغرب الفيلم جدا وانتشار الشاشات في كل حته، لكنه بيتصدم ان الفيلم كله مشاهد جنس وحاجات مقززه، وما كانش فاهم ازاي الناس بتتفرج على الحاجات زي دي، مستحملين نفسهم ازاي. بيسيب المكان ويمشي، وحتى لينينا بيسيبها وهي مش فاهمه هو ليه مش عايز يقرب منها، مع انها عارفه انه بيبادلها نفس المشاعر. تاني يوم الناس من الوسط الفا جم يتفرجوا عليه في حفله برنارد كان جاهزها، لانه بالنسبه لهم حاجه غريبه، بالنسبه لهم ده الهمجي، لكنه عشان عارف هم عايزين يشوفوه ليه رفض يقابله، وعارف انهم بيقولوا عليه الهمجي وعايزين يتفرجوا عليه اكنه حيوان مش انسان. وده ضايق برنارد قوي واحرجه قدام كبار المجتمع عشان تجيله لينينا وتهون عليه. واول ما يشوفها جون بيعرض عليها فكره الجواز. انا بحبك يا لينين، عايز اقرب منك، عايز انا وانت نلف الدنيا ويبقى عندنا اسره. لكنها بتتصدم، ايه نتجوز؟ لا ونخلف كمان؟ اياك تطلب مني الطلب البذيء ده طلب غير اخلاقي. تبدا هي بقى تقرب منه عشان تغريه وتقنعه ينام معاه، بس جون بيتصدم ويبدا يخرج على المشاعر ويزعلها ويقول لها انت عاهره زيك زي كل واحده موجوده في المكان هنا، انتوا مجتمع موهوس بالمتعه والسعاده. بتخاف منه لينينا وتستخبى في الحمام، وبيمشي جون. في الوقت ده بتكون امه ماتت في المستشفى من كتر ما خدت سوم. جون لما راح وشافها اتجنن، امه اللي بيحبها ماتت في العالم اللي كان فاكره مثالي. وقف وسط عمال دلتا وابسليون اللي بيستلموا حصتهم من السوم ويصرخ فيهم المخدر ده سم، انتوا عبيد للسعاده، انتوا عبيد للمتعه، انتوا ما بتفكروش، انا جاي احرركم. وبدا يرمي علب السومه من الشباك ويكسر في المكان. طبعا قامت خناقه كبيره لانه بكده منع العمال ياخدوا الحاجه اللي بتخدر مشاعرهم، وبتقوم في المجتمع لاول مره خناقه. هنا المؤلف وبرنارد بيجوا. المؤلف بيتخانق مع جون، لكن برنارد بيقف مش عارف المفروض يتصرف ازاي. هل هيبقى زي جون همجي ويتخانق، ولا هيمشي عشان هو من وسط الفا واللي هيجيله يوم ويحكم العالم ده؟ هنا بتوصل الشرطه، لكن الشرطه في العالم ده هم عمال المطاف اللي ما بيرشوش ميه، لا هم بيرشوا سومه في الجو عشان الكل يهدى. وقبضوا على جون هو وبرنارد والمؤلف. بعد كده بيدخلوهم لواحد من حكام العالم العشر، وهنا بتحصل اقوى واعمق مناظره في الروايه. جون بيسال الحاكم ليه منعت كتب شكسبير؟ ليه منعتوا الدين والمشاعر؟ رد الحاكم كان صادم وقاتل، قال له عشان الاقتصاد، احنا محتاجين الناس تستهلك وتشتري دايما حاجات جديدة ومش قديمة، ومفيش أدب أو أخلاق من غير اضطرابات ومعاناة في المجتمع. احنا صممنا مجتمع مثالي كل واحد مبسوط في مكانه وبياخد دوره بالملي. الحاكم قال له بوضوح احنا تخلينا عن ربنا وتنازلنا عن الفن والشعر في مقابل الاستقرار والنظام عشان نخلق نظام رأس مالي. جون الهمجي رد عليه بجملة من أجمل جمل الرواية، قال له لكن أنا مش عايز السعادة السهلة دي، أنا بطالب بحقي في إن أكون تعيس، بطالب في حقي إن أعجز وأعيا وأعاني وأموت حر. تخيل إن الإحساس حق، إحساسك بالتعاسة حق، لأنك من غيرها مش هتعرف يعني إيه سعادة، مش هتقدرها،
مش هتعرف يعني ايه عيلة او ام، كل ده هينهار. النهاية كانت سوداوية ومؤلمة جدا. اصحاب جون برنارد والمؤلف الحاكم شاف انهم بقوا خطر على عالم المتحضر، عشان كده اتنفوا لجزر بعيد انهم بيفكروا بره الصندوق. اكتشف انهم اتعادوا من الهمجي بمرض التفكير، طردهم عشان ما ياثروش على اقتصادهم. وجون هرب لعالم معزول يعيش في منارة قديمة في الريف ويجلد نفسه عشان يتطهر من قذارة المجتمع ده. هو مش مصدق اللي شافه بعينيه، بس كاميرات الصحافة والمواطنين متفهين حصروه وحولوا معاناته وجلده لنفسه لعرض ترفيه. جون كان بيجلد نفسه عشان يطهر نفسه من الذنوب، لكنهم شافوا ان دي كوميديا لدرجة انهم بقوا يتفرجوا عليه في السينما. الجمهور بيتفرج ويتسلى وبدأوا يجلدوا نفسهم هم كمان معاه وياخدوا سومه. شافوا ان دي طريقه جديده للمتعه ما جربوهاش قبل كده. الناس راحت للمناره باعداد كبيره جدا والاسوار ما قدرتش تمنعهم، وفضلوا يندهوا عليه، ولما نزل فضلوا يسحبوه عايزينه ينام معاهم في طقسهم الجماعي. هنا بتتدخل الشرطه وترش السومه في الجو، واللي خلت جون يدخل معاهم في طقسهم القذري الجماعي لان عقله اصبح مغيب، عشان لما يصحى تاني يوم ويفتكر ايه اللي حصل بيتصدم. ازاي انا عملت كده؟ ازاي اتجردت من انسانيتي وبقيت احقر من حيوان علشان ملذاتي ومتعي؟ في النهايه جون ما استحملش كل الجنون والقذاره دي. بيدخل عليه العمال المطافي اللي داخلين يرشوه بالسومه بعد ما شافوه جات له حاله من الجنون وهو داخل بيجري للمناره، لكنه بيلاقوه انتحر. مات جون وماتت معاه اخر محاوله لانقاذ انسانيه الانسان. سلام.